يا جماعه، يعني حازم امام هل هو محتاج يافطه ولا عبد الحليم ولا ايمن يونس؟ طب انا عايز اقول لكم حاجه، كل الناس اتعمل لهم يفط مثلا، مع ان انا اكتر لعيب خدت بطولات في نادي الزمالك ما اتعمليش ولا يافطه. عمري في حياتي ما فكرت في ده، عمري قلت ايه ده وانا ما اتعمليش جنينه ليه؟ ده طب انا واخد اكتر بطولات في النادي، ده انا اكتر لعيب في تاريخ النادي خدت بطولات يعني طب ليه ما يتعمليش لا جنينه ايه وبتاع ايه؟ الحقيقه ان انا بتكلم معاكم والزملكاويه والناس القدام واللي تابعوني والجيل الجديد واللي ابوه قالوا، يعني ده المعنى الحقيقي لفكره ان انا اكون منتمي لنادي الزمالك، وان انا عملت تاريخ لنفسي مع نادي الزمالك. هو اللي عمل لي تاريخ، لان نادي الزمالك تاريخه كبير جدا، واي انسان ينتمي ليه هو اللي بيتعمل له تاريخ. وانا موجود بقوه دفع جمهور نادي الزمالك وبقوه وشعبيه وقيمه نادي الزمالك. عشان كده حازم امام النهارده حط صوره على تويتر تقريبا، حط على الانستجرام مش فاكر، حط صوره لفانيلا 14 وقال هو مش مستني اكيد يعني يافطة جنينه، وفي النهايه ده حازم امام يعني نجم كبير جدا، لكن برضو اتمنى من حازم امام الفتره يكون اكثر شراسه في الحق، خصوصا مع بعض اعضاء اتحاد الكره المصري.